المقدمة. أهلا بيكم، وده رحلتي في عالم البرمجة على قناة كودواي. هشارك معاكم كل خطوة بطريقة بسيطة وسهلة. لخبطة المبتدئين. كتير من المبتدئين بيخلطوا بين مفهوم البرمجة ولغة البرمجة، وبيفتكروا إن تعلم لغة زي C++ أو بايثون يعني إنهم اتعلموا برمجة. ما هي البرمجة؟ البرمجة هي طريقة تفكير ومنهج لحل المشكلات، بتعتمد على فهم المشكلة وتقسيمها لأجزاء صغيرة، ثم وضع خطوات منطقية واضحة للوصول للحل. البرمجة قبل الكود. البرمجة لا تتطلب في البداية كتابة كود، بل تبدأ بالفهم والتخطيط والتصميم، وهي الأساس لأي برنامج ناجح. ما هي لغة البرمجة؟ لغة البرمجة هي الأداة اللي بنكتب بيها الحل بطريقة يفهمها الكمبيوتر، وليها قواعد وصياغة خاصة. أمثلة لغات البرمجة زي C++، بايثون، جافا وغيرهم. التشبيه باللغة. لغة البرمجة زي اللغة اللي بنتكلم بيها، وسيلة تواصل مع الكمبيوتر مش الفكرة نفسها. الفرق الأساسي. البرمجة بتركز على التفكير وحل المشكلة، أما لغة البرمجة بتركز على كتابة الحل. ثبات البرمجة. لغات البرمجة بتتغير، لكن أساس البرمجة ثابت، واللي يفهمها صح يقدر يتنقل بين اللغات بسهولة. مثال البناء. البرمجة زي خطة البناء، ولغة البرمجة زي الأدوات. الخطة الصح تنجح بأي أداة. الخلاصة. تعلم لغة برمجة من غير فهم البرمجة زي حفظ كلمات من غير معناها. البرمجة تفكير، ولغة البرمجة وسيلة. نهاية الحلقة. وده كانت الحلقة الأولى من سلسلة يعني إيه برمجة. نشوفكم في الحلقة الجاية.